مننا أول ما ضرسنا أو ظهرنا يوجعنا أو يجيلنا صداع أو حتى ألم الدورة الشهرية، على طول بنمد إيدينا على بروفين باي الكوفان كتافلام أو أسبرين، وبناخدها كأنها قطعة كاندي مش دواء كيميائي. بس هل فكرت قبل كده المسكن ده بيعمل إيه جوه جسمك؟ وليه ممكن يكون خطير جدا لو اتعاملت معاه باستخفاف؟ النهاردة هنتكلم عن مجموعة المسكنات الشهيرة اللي اسمها NSAIDs، وهتفهم امتى تفيدك وامتى ضررها هيبقى اكتر من نفعها. هنقول بتشتغل ازاي وازاي ممكن تضرنا، ومين الحالات اللي لازم تستخدمها بحذر او ما ينفعش تستخدمها خالص، وكمان اهم التدخلات الدوائية اللي لازم ناخد بالنا منها لو هناخدها مع ادوية تانية لانها تفاعلات خطيرة جدا. يعني ايه NSAIDs؟ هي اختصار لنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، يعني مسكنات الالم ومضادات الالتهاب غير الاسترويدية، يعني مش كورتيزون. من أشهرها الإبيبروفين زي البروفين، ديكلوفيناك زي الفولتارين وكتافلام، نابروكسين، أسبرين، إندوميساسين، كيتوبروفين زي الكيتوفان والباي الكوفان أو البايبروفين. طيب بتشتغل إزاي؟ لما يحصل التهاب في جسمنا أيا كان سببه، الجسم بيفرز مواد كيميائية اسمها البروستاجلاندينز، وهي المسؤولة عن الإحساس بالألم والالتهاب والحرارة المرتفعة. الNSAIDs بتمنع عمل انزيمات كوكس 1 وكوكس 2 المسؤولة عن إنتاج البروستاجلاندينز دي، فبيقل تكوينها والحرارة المرتفعة تنزل والألم يختفي ويقل الالتهاب، ومن هنا بتيجي فايدتها العظيمة. بس كمان هنا تكمن الخدعة زي ما بيقولوا، لأن البروستاجلاندينز اللي الكوكس 1 بيكونها لها دور حيوي في حماية أعضاء جسمك، فهي بتحمي بطانة المعدة من الأحماض القوية وبتحافظ على تدفق الدم للكليتين، ولها دور في تنظيم الصفائح الدموية، فلما نمنع تكوينها هتظهر الأعراض الجانبية للدواء. طيب نعرف الأول أهم استخدامات المسكنات دي. هي فعالة جدا في حالات الصداع والصداع النصفي، ألم الأسنان، ألم الدورة الشهرية، آلام الظهر والمفاصل، خشونة والتهاب المفاصل، إصابات الملاعب، وخفض الحرارة. أما أشهر مشاكلها فهي أولا المعدة، ممكن تسبب التهاب في المعدة، قرحة، وممكن توصل لنزيف من المعدة. الخطر ده بيزيد لو بتاخد الدواء على معدة فاضية، لو بتاخده لفترة طويلة، أو عندك تاريخ قرحة أصلي. ثانيا ممكن تقلل تدفق الدم للكلى، وده هيسبب ارتفاع الكرياتينين، تدهور وظائف الكلى، وأحيانا فشل كلوي حاد، وده بيحصل خاصة في كبار السن ومرضى السكر ومرضى الضغط والناس اللي عندهم جفاف. ثالثا بالنسبة للقلب وضغط الدم، بعض الNSAIDs ممكن ترفع ضغط الدم وتسبب احتباس سوائل في الجسم وتزود خطر الجلطات، خاصة مواد زي الديكلوفيناك اللي هي الكتافلام والفولتارين وبدايلهم، وبعض الأنواع الانتقائية للكوكس 2 زي السيليبريكس والسيليكوكسيب والكوكس برايد وبدايله. حتى كان في دواء مشهور من المجموعة دي اسمه الفايوكس انسحب من السوق من كام سنة بسبب تأثيره على القلب. نيجي بقى للتفاعلات بتاعة المسكنات دي مع بعض الأدوية التانية أو مع بعض الحالات المرضية. واحد الNSAIDs والأسبرين. أسبرين مختلف عن باقي الNSAIDs لأنه بيثبت الصفائح الدموية بشكل دائم، وبيستخدم لحماية القلب من الجلطات بجرعات قليلة، بنسميه بيبي أسبرين أو أسبرين أطفال. المشكلة إن الإبيبروفين أو النابروكسين لو اتاخدوا قبل الأسبرين ممكن يقللوا تأثيره الوقائي، يعني كده حماية القلب هتقل. فهنا لازم ناخد الأسبرين الأول ونستنى 30 ل 60 دقيقة وبعدين تاخد البروفين، أو خد الأسبرين بعد البروفين ب8 ساعات. وكمان ناخد بالنا إن الجمع بين الأسبرين وأي NSAIDs تاني هيزود خطر نزيف المعدة بشكل واضح، فالمفروض أصلا ده ما يحصلش إلا عند الضرورة القصوى وما يكونش وضع دائم. 2 أدوية الNSAIDs وأدوية الضغط من مجموعة ACE inhibitors زي الكابتوبريل أو الكابوتين، الإنالابريل زي الإيزابريل. الNSAIDs بتقلل تأثير أدوية الضغط دي، وكمان بتزود الحمل على الكلى، فالنتيجة ممكن تكون ارتفاع الضغط، ارتفاع الكرياتينين، وأحيانا فشل كلوي حاد. 3 التأثير على الرئة والربو. في ناس عندهم حساسية خاصة من الNSAIDs خصوصا الأسبرين، ممكن يحصل لهم ضيق نفس مفاجئ، أزيز بالصدر، أو نوبة ربو، ودي حالة اسمها الأسبرين سنسيتيف أزمة، بتحصل أكتر في مرضى الربو والناس اللي عندهم لحمية في الأنف أو التهاب جيوب أنفية مزمن. في نقطة مهمة بالنسبة للآثار الجانبية، مش كل الأنواع جوه المجموعة دي زي بعض، في أصناف تأثيرها بيبقى أعلى في حتة معينة. مثلا أعلى خطر للنزيف هنلاقيه مع الأسبرين والكيتولاك اللي هو الكيتولاك والديكلوفيناك اللي هو الفولتارين والكتافلام.
الأنواع اللي لها تأثير أوضح على الضغط والقلب الديكلوفيناك برضو اللي هو كتافلام والفولتارين، والكوكسي 2 سيلكتيف اللي هو السيليكوكسيب والسيليبريكس زي ما قلنا قبل كده. أما الأصناف اللي معاها أعلى احتمال لمشاكل التنفس في مرضى الربو هو الأسبرين والبروفين والنابروكسيل. يبقى حتى في اختيارنا للمسكن ناخد بالنا حسب حالتنا الصحية. طيب مين الناس اللي هنقول لهم بلاش خالص من المجموعة دي وياخدوا مادة باراسيتامول زي البنادول أو الدوليبرين مثلا عند الحرارة أو الألم؟ طبعا مرضى قرحة المعدة، مرضى الكلى، مرضى القلب والجلطات، مرضى الضغط غير منتظم، مرضى الربو، الحوامل خاصة في آخر 3 شهور، وكبار السن. وأخيرا إيه هي أهم التبس للاستخدام الآمن لمجموعة مسكنات الNSAIDs؟ ناخد الدواء بعد الأكل، أقل جرعة لأقصر مدة ممكنة، ما تخلطش أكتر من نوع، اشرب مية كويس جدا، لو استخدام لمدة طويلة لازم متابعة طبيب، وفي حالات كتير بنضيف علاج واقي للمعدة. ولازم نعرف ان المسكن ما هواش بونبوني، ده علاج ليه اثاره الجانبيه وليه تدخلاته الدوائيه سواء مع الامراض اللي عندنا او مع الادويه التانيه، فما ينفعش ان احنا نستخدمه من غير حساب. يبقى في حلقه النهارده عرفنا ان الالم رساله من جسمك تعرفك ان في خطأ او خطر حصل. المسكن بيقطع الرساله بس مش دايما بيعالج السبب. وعرفنا ان الNSAIDs ادويه قويه ومفيده بس مش بريئه. المسكن اللي بيريحك ممكن يضر معدتك، كليتك، ضغطك، او حتى يقلل حماية قلبك. علشان كده مش كل مسكن هينفع لكل مريض. حاول تسمع رسائل جسمك واهتم بصحتك لان هي اللي باقيالك. لو الفيديو فادك اعمل لايك واشتراك، ولو بتاخد مسكن بانتظام اسأل طبيبك هل النوع ده مناسب لحالتك ولا لا، وحاول تطبق طريقة الاستخدام الآمنة اللي قلنا عليها النهاردة. دمتم بصحة وشباب متجدد.